طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا على كوبري ال30 بمحافظة اسماعيلية. تمام. في دلوقتي شباب تحت الكوبري معاهم بنت، وبصوا الناس واقفة ازاي، ولا حد لاقي الحكومة ينزلوا لها، ولا حد عارف يجيب حد، والبنت عمالة تصوت تحت ومفيش أي حاجة. كان عايل هم كذا عايل. عايزين بس حد يخلي الحاجة دي معانا. يا ولاد نكون معاهم فرد ولا حاجه يعني. فاحنا عايزين ننزل دلوقتي نشوف الحكايه دي ايه. كوبري ال30 بمحافظه الاسماعيليه. نستغيث بالحكومه تحت كباري اسماعيليه كلها ناس زي كده. الشباب نزلت تحدف عليهم طوب عشان يطفشوهم، والناس اخر ما زهقنا. بقالنا نص ساعه على الوضع ده. تحت الحديد اللي هناك ده انا هنزل بقى في البتاع ده. تحت الحديد اللي هناك ده انا هنزل دلوقتي ليهم. انا هنزلوا تحت هنا ازاي؟ طيب مش عارف هينزلوا ازاي. يا عم لفوا دخلوا. ممكن كنت نلعب من الناحيه الثانيه، احنا من نبص. ما هو في ناس بتبص من هناك. بص شال البتاع وبيع. في حد بيع. بيتك يا بتعمل ايه يا ابن الاثنين؟ ممكن تطلع من الناحيه الثانيه. هم يغسلوا ويطلعوا جنب ده جنبه. مش هيعرفوا يجروا. نستغيث بالحكومة يا جدعان. مفيش حكومة والشارع مقلوب ازاي مش عارف، وما مفيش أي حاجة. ايوه انا عايز افهم ازاي دخلوا كده. بقول لك ايه؟ بيخشوا من على الحديد ده بيمشوا عليه. انزل مع نفسك. بقول لك ايه؟ مش هجيب. نزل اتفرج. ايه بيصورني؟ بص بكلمه اهو. شوفوا يا مجو والنبي، شوفوا زي الولد ده. المفروض بقى بصراحة حملة تطهير لكل الكلام ده. يعني مش عارف الحكومة سايبة الناس دول ليه، وبالذات اللي بيمشوا بشويلة في الشارع وبيلموا زبالة دول. ليه الناس سايباهم يعني؟ ليه الناس سايباهم مش عارف. وليه الحكومة سايباهم يعني؟ والمشكلة اللي شافوا بصوا الناس حمد. بص بيجيبوهم بالعقل.